أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدث الأسبوع. موضوع حلقتنا لهذا اليوم لبنان الأزمة. لطالما كانت طرابلس ساحة خصبة للنزاعات الطائفية والسياسية منذ مطلع التسعينات حتى الآن، ولا سيما الاختلاف والتباين من الموقف السوري المنقسم بين مؤيد للثورة ومؤيد للنظام. فبعد توترات حدثت في فبراير الماضي، عاد التوتر لهذه المدينة في أعقاب اشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبالرغم من انتشار الجيش اللبناني للسيطرة على الوضع الذي بقي متوترا على خلفية اعتقال الشاب مولوي واتهامه بالانتماء لخلايا إرهابية وتنظيم مسلح، ان زادت الموقف سوءا. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث انتقلت هذه النار المشتعلة إلى بيروت على خلفية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه من قبل عناصر من الجيش اللبناني في عكار، حيث انعكست هذه الأزمة الأخرى على شكل احتجاجات قبل أن تتطور إلى قطع طرق. تلتها اشتباكات بين عناصر في تيار المستقبل وآخرين من حزب التيار العربي المؤيد للأسد. وأخيرا مسألة خطف اللبنانيين القادمين من إيران في حلب واتهام الجيش الحر بذلك. كل هذه الأحداث المتتابعة فقد قضت لبنان على احتوائها وأثارت القلق في الأجواء السياسية اللبنانية، ودعت السياسيين إلى احتواء هذه الأزمة. فهل هي رياحة الأزمة السورية هبت على لبنان معززة بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد على أن أي نار تهب على سوريا ستحرق المنطقة برمتها؟ وهل سياسة النأي بالنفس الذي اتبعتها الحكومة اللبنانية منذ الأزمة السورية حتى الآن تبقى صالحة في ظل ما يجري من أحداث؟ كل هذا نناقشه في حلقتنا مع ضيفنا في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير. ساحة النور وسط طرابلس غدت المكان الذي يعبر فيه المحتجون على اعتقال شادي المولوي عن مواقفهم وآرائهم، فلا تكاد الساحة تخلو من خيام اعتصام نصبت حتى تعود تلك الخيام مرة أخرى حسب المواقف والاتفاقيات السياسية في القضية، وينطلق منها المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسة في المدينة. إذا لم يطلق سراح الأخ شادي مولوي أو لم يبين لنا الجريمة التي ارتكبها حتى نستيقن أنها ليست جريمة سياسية، لم يبين لنا الجريمة التي ارتكبها، فحينئذ سنرجع إلى قطع الطريق معتذرين من شعبنا في طرابلس. القضاء المختص اعتبر في قرار ضمني أن شادي المولوي شكل مع 5 آخرين تنظيما سريا هدفه الإخلال بأمن البلد وسلامة الناس، الأمر الذي لم يقنع الناشطين والمعتصمين في طرابلس، هذه المدينة التي يعيش أبناؤها حالا من القلق والخوف على مصيرها. حساسية طرابلس تتطلب تعاطي آخر وتعاطي حساس أيضا مع ما يجري في المدينة. المدينة تعاني اضطرابات وتوترات كبيرة جدا. هذه التوترات ليست وليدة اليوم، هي وليدة سنوات. أهلا بكم من جديد، ويسعدني أن أستقبل في الاستوديو الأستاذ الصحفي سليمان الأسعد مراسل الوكالة الإسبانية للأنباء. مساء الخير أستاذ. أهلا، مساء الخير أستاذ. بداية يعني كلنا طلعنا على ما حدث الأحداث الأخيرة في لبنان وفي طرابلس خاصة، يعني برأيك يعني ما هو سبب توتر الوضع في طرابلس؟ يعني هل هو هي أزمة طرابلس هي أزمة داخلية يعني كان سببها تراكم احتقانات يعني امتدت من 2005، أم أن يعني رياح الأزمة السورية قد وصلت إليها؟ لا، في الواقع يعني لبنان بلد يعج بالتناقضات من الأساس. النظام السوري غذى هذه التناقضات، هو معتاد دائما على تصدير مشكلاته إلى الخارج. نعم. التناقضات موجودة من 2005، من 7 أيار 2008 الوقفة أنصار حزب الله في الشوارع لكن هذه التناقضات الآن التوقيت الآن يعني واضح أنه سيخدم النظام السوري، والذي حركها الموالون للنظام السوري من حزب الله والعونيين والحزب القومي السوري الاجتماعي. الواقع أن الشمال اللبناني، الأشقاء في الشمال، دعمهم للاجئين السوريين، امداد ربما يكون هذا واقع امداد الجيش السوري الحر بالدعم اللوجستي والعتاد
قد يكون هو السبب الرئيس. يعني هذا مزعج للنظام السوري فحرك أعوانه. حزب الله لا يستطيع التدخل في الشمال لأن منطقة تسكنها أغلبية سنية، لذلك ورط الجيش. توريط الجيش يعني مسألة حساسة جدا، لأن الجيش اعتاد خلال العقدين الأخيرين على الأقل على تحييد نفسه عن المشاكل السياسية الموجودة داخل نعم. الجيش. يعني سنعود لمسألة الجيش طبعا بعد قليل، لكن يعني أنت برأيك أن أزمة طرابلس هي أزمة احتقانات نعم. يعني ماضية، وقد عززتها الآن يعني ما يحدث في سوريا وأسباب الثورة السورية وبسبب دعمهم للثورة السورية. نعم. الطائفة السنية أيضا تشعر بالتهميش، هذا موضوع آخر. نعم. طرابلس أصلا بعيدة عن التنمية. الوعود التي تلقتها خلال العقود الأخيرة لم تنفذ، رغم أنه رئيس الحكومة الحالي محسوب على المدينة يعني. نعم. لكن يعني عندما صرح رئيس ميقاتي في مؤتمر صحفي له، أوعز أسباب الأزمة إلى 3 أسباب فقط. يعني أوعزها إلى الإسلاميين الموقوفين دون محاكمة، أوعزها إلى الاشتباكات التي حصلت بين جبل محسن وباب التبانة، وأوعزها أيضا إلى قضية اعتقال شادي المولوي. عندما سألوه وهو لم يعني يأتي بسيرة أن الأزمة السورية لها علاقة في هذه الأزمة، وقد أجاب بالنفي فقط عندما يعني سأله أحد الصحفيين. فهل برأيك يعني ما هو سبب ميقاتي يعني تجاهل ميقاتي أو تلافيه لهذا الحديث عن هذا الموضوع؟ بالتأكيد هو محسوب على الموالين، يعني الموالين للنظام السوري، ولا يريد توريط النظام في مشاكل داخلية لبنان. أصلا الحكومة التي يقودها ميقاتي حكومة ضعيفة جدا وتخضع لإملاءات من الخارج، وهذا واضح حتى للبنانيين. اللبنانيين الآن منزعجون من يعني يستعيدون عهد الوصاية الآن من تقريبا 2005 ومن خروج النظام السوري. الجيش السوري من لبنان الآن عادت ذهنية الوصاية والإملاءات الواضحة والصارخة. لم يكف النظام السوري عن التدخل في لبنان حتى من 2005 إلى الآن، لكن الآن أصبحت صارخة وواضحة جدا. والتوازن الطائفي القائم في لبنان الآن يعني غير عادل، يعني توازن جائر. إسقاط حكومة الحريري أيضا أزعج الطائفة السنية في لبنان. حزب الله لا تعجبه حتى يعني الاقتسام الطائفي للكعكة اللبنانية، لا تعجب الموالين. يريدون الهيمنة على القرار المطلق في لبنان، يعني حتى يعني لا يريدون اقتسام أي قرار سياسي مع فرقائهم كما هي أي حكومة وحدة وطنية في العالم. إذا أنت قلت بأن يعني لبنان أصبح تحت وصاية الانتداب الحكومة السورية نوعا ما تقريبا. لكن إذا انتقلنا إلى طرابلس، يعني مدى تأثر لبنان وطرابلس خاصة في هذه الأزمة؟ فهل يعني فعليا أصبحت طرابلس هي ممكن صورة مصغرة عن أو سوريا مصغرة، يعني بحيث الانقسامات بين المؤيدين والمعارضين للنظام السوري؟ ربما يكون الوضع على هذه الشاكلة، لكن توقيت اندلاعه الآن توقيت أصلا غير وطني. نعم. يعني إذا حزب الله أراد أن يعتقل شادي المولوي في التوقيت هذا وهو يعرف التداعيات التي ستحدث ويضر موسم السياحة الذي يعتمد عليه أغلبية الشعب اللبناني، الاقتصاد اللبناني، يعني التوقيت غير وطني. يعني هذا عمل غير وطني. أنت ترهن الوطن لمصالح خارجية. طرابلس نفسها يعني تسكنها أغلبية سنية متعاطفة تماما مع الثورة السورية، تقدم دعم غير محدود للاجئين السوريين، يعوض تقصير الحكومة اللبنانية وتقصير المعارضة السورية أساسا في تقديم هذا الدعم. هذا الموضوع هو الذي يزعج الموالين، بالإضافة إلى ما ذكرناه عن إمدادات التي يتلقاها الجيش الحر عن طريق منطقة القصير أو المحاذية. يعني هذه هي الأسباب، يعني أو هذه الأسباب لإشعال طرابلس. ما هو الهدف من إشعال طرابلس فعليا؟ يعني أنت برأيك ما هو الهدف من إشعال هذه المنطقة؟ طبعا كما هي عادة النظام السوري يريد أن يثبت للعالم أنه قادر على إشعال المنطقة، كما هدد في أكثر من مقابلة الرئيس السوري. يعني الحرب اللبنانية الأهلية اشتعلت لأتفه سبب، يعني إذا كان حدث البوسطة، لكن في موجودة التناقضات الآن موجودة، وهذه الشرارة قد تشعل حربا لا نتمناها طبعا، لكن هذه الشرارة موجودة. التناقضات الأساسية بين الشعب اللبناني والتناحر الطائفي وسوء الظن موجود، وممكن يشعل الحرب يعني أتفه سبب، وقد تكون الحرب بداية من طرابلس، وهذا قد يعطي النظام السوري شرعية تدخل، أو هكذا يظن.
الآن بدأت أصوات تطالب بالتدخل السوري في لبنان. إذا يعني هناك أطراف مستفيدة تريد تحويل طرابلس إلى ساحل الاستعمال في الأحداث السورية؟ قد يكون ذلك، نعم. ممكن أن يكون أحد هذه الأسباب أيضا لإيقاف الدعم للمعارضين السوريين؟ نعم، هذا سبب رئيسي، لأن طرابلس وعكار والمناطق المحاذية في الشمال اللبناني تقدم دعم غير محدود للاجئين السوريين. يعني المأوى والمسكن والعمل الإغاثي إضافة إلى التمويل والإعتاد، وهذا واضح. وكما قلنا قبل قليل تعويض للنقص اللبناني هذا مشكور عليه، فهذا مزعج لحزب الله، لأنه بالنهاية طبعا يريد للثورة السورية أن تخمد كما يريد لها النظام. نعم. المفتي اللبناني لطرابلس مالك الشعار دعا إلى التعاون مع الجيش، صرح بأن هناك طابور خامس في لبنان أو في هذه الأحداث، يعني تدخل في هذه ويحرك هذه الأحداث. يعني برأيك يعني هو استبعد فعليا فكرة أنه الأحزاب، استبعد بحديثه الأحزاب المؤيدة للنظام بأنها تكون قد هي من أشعلت الفتنة. من هذا الطابور الخامس إذا؟ يعني هذا تصريح دبلوماسي من المفتي، لا يريد أن يؤجج الأزمة، لكن في الواقع الدولة اللبنانية مفككة وجميع مؤسساتها مخترقة. يعني مخابرات الجيش مخترقة من حزب الله، الجيش مخترق من العونيين، وتوريط الجيش الآن عناصر من الجيش. أنا متأكد أنه قرار إطلاق النار مثلا على الشيخ أحمد عبد الواحد لم يكن أصلا لم يتخذ على مستوى عالي من قيادات الجيش، لكن من ضباط على مستوى أقل. يعني إن نحن بنعرف إنه طول عمر المشاكل بتكون يا لبنانية لبنانية يا لبنانية سوريا، يعني فأين برزت هذه الأطراف يعني بشكل مفاجئ وفي ظل هذه يعني في هذه المعارك أو فيها يعني في هذه المعركة السورية؟ يعني في الواقع هي ليست مفاجئة، يعني الاحتقان كان موجود، والشرارة يعني قد تكون في أي لحظة تندلع المواجهة، لكن يعني الطائفة السنية الآن يعني سكوتها المتكرر عن الانتهاكات إذا صح التعبير لحكومة الموالاة الحالية، وتهميش السنة، تهميش الطائفة السنية، رغم أنه رئيس الحكومة منها لكن ضعيف ويحرك، يعني وهذا واضح لجميع اللبنانيين، ويزعج الطائفة اللبنانية التي لم تعد تلعب أي دور في الواقع على الساحة اللبنانية. نعم. إذا يعني هو فقط جواب دبلوماسي منه لتلافي حصول أي اشتباكات. نعم. أو أي يعني تطورات للأزمة. اعتقال شادي المولوي، برأيك هل هي أسباب مقنعة لاعتقال هذا الشخص؟ يعني عندما اتهموه بأنه قائد تنظيم مسلح وأنه يدير عمليات إرهابية وإلى ما هنالك. لو كان يعني الأسباب مقنعة والتهم وجيهة كان اعتقل من بيته. نعم. لكن اقتيل بطريقة إلى مكان، إلى بيت الوزير، من مكتب الوزير عفوا، من مكتب وزير المالية اعتقل. نعم. لا توجد مذكرة اعتقال قضائية. لو كانت التهم وجيهة ويعني ذات وجاهة قانونية لاعتقل من بيته. يعني طريقة الاعتقال بحد ذاتها هي يعني مثيرة للتساؤل. يعني تم اعتقاله من مكتب وزير المالية محمد الصفدي الذي هو ينتمي إلى الطائفة السنية. نعم. فهل هناك يعني نوع ما أو هدف ما من بالتأكيد مكان هذا الاعتقال؟ إضفاء نوع من الشرعية على الاعتقال. يعني أنه اعتقل من مكتب وزير مالية سني، حتى يعني ما يكون في يعني تدخل حزب الله والموالين السوريين تدخل صارخ. هذا الاعتقال تم صحيح عن طريق الأجهزة الأمنية، لكن بمعونة وزير سني من المنطقة. يعني هل هي برأيك طريقة اعتقال شادي المولوي هي بمثابة رسالة تأديب للساحات المناوئة للرئيس الأسد؟ بالتأكيد. المولوي ليس الوحيد الناشط على الساحة اللبنانية، هناك ناشطون يتعاونون معه. قد يكون هاي يعني ضغط على هؤلاء الناشطين للكف عن مساعدة اللاجئين السوريين، لكن إطلاق سراحه والهبة المفاجئة التي خرجت فيها عكار وطرابلس نصرة للمولوي لن تأتي بالنتيجة التي كان يتوقعها أنصار النظام السوري في لبنان. يعني على العكس، أنا أتوقع أنه الناشطين الآن في لبنان أصبحت أسهمهم أقوى، وقدرتهم على إغاثة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر شرعية وأكثر يعني قد تكون في العلن الآن. نعم. إطلاق سراحه جاء من الحكومة اللبنانية، هل تلافي لتطورات وأزمات أخرى أم لاقتناع الحكومة اللبنانية ضمنيا بأنه يعني ليس له علاقة بهذه التطورات؟ بالتأكيد كلا الجوابين صحيح. القرار سياسي طبعا لتلافي الانفجار في الشمال،
وقرار أمني أيضا، لأن القاضي مشهود له بالنزاهة كما سمعنا في الصحافة اللبنانية، وتبين له أن الرجل غير متورط حقيقة في أي تنظيم جهادي مسلح. الشيخ أحمد عبد الواحد تم قتله في عكار، يعني برأيك يعني هل من أسباب قتله بأنه من الداعمين جدا للثورة السورية؟ حتى الآن لم تخرج أي نتائج عن التحقيق، لكن القراءة الأولى للحدث تشير إلى أنه فعلا الرجل يعني يحاسب على خطيئة دعم الثورة السورية، وأصلا هو كان متوجه إلى ما يشبه المهرجان لنصرة الثورة السورية يعني، وإطلاق النار عليه من الجيش رغم أنه كان عائد بالسيارة مع المرافق، يعني واضح أنه مرتب ولم يكن عشوائيا، كان الحادث مرتب، لكن لا نريد أن نستبق نتائج التحقيق يعني. نعم. لكن يعني هناك شيء مريب حدث في الجنازة أو مثير للتساؤل. فيعني الكاتب عفوا الأجنبي روبرت فريسك الذي كان معروف بأنه يعني كان في لبنان وعاش الحرب الأهلية في لبنان، كتب في الاندبندنت أن في جنازة عبد الواحد لم يتم رفع أي علم لبناني، إنما اقتصرت الأعلام على أعلام حزب المستقبل أو لافتات 14 آذار وأعلام الثورة السورية، يعني ما هو سبب عدم رفع أعلام الدولة اللبنانية؟ طبعا الموضوع هذا له جذور طويلة في التاريخ اللبناني. منطقة طرابلس، الشمال عموما منطقة عروبية جدا وتاريخها يساري ومناصر للقضايا العربية، يعني بغض النظر عن المناطق اللبنانية الأخرى. لكن أيضا يعني أنه أرادوا أن يوصلوا رسالة، طبعا هي قد تكون المظاهرة للإغاظة والمماحكة يعني للأطراف الأخرى، لكن كونه لم يرفع علم لبناني هذا يوصل رسالة أنه المؤسسات اللبنانية في خطر، والجيش اللبناني الآن في خطر إذا لم يحمي الوحدة الوطنية، لأنه تورط الآن أصبح ضالع في الأزمة، ولم يعد مؤسسة كما يراد لها أن تكون مؤسسة محايدة تحافظ على الأمن والسلم الأهليين. نعم. قد تكون هذه الرسالة التي أراد المتظاهرون أن يوصلوها للدولة، أن تقف على الحياد بمؤسساتها الأمنية والعسكرية. لكن بعض يعني بعض الاشخاص قالوا بان يعني هناك جندي مصاب كان، فهل ترجح انها عمليه اغتيال ام ان هناك تبادل اطلاق النار قد حدث، يعني حتى لو ايضا من جانب يعني قد لو كان تبادل اطلاق نار فهو تبادل غير متوازن، يعني اذا كان شخص جرح بينما 12 عسكري كان موجود على الحاجز، رقم كبير يواجهه شيخ اصلا رجل دين لن يحمل سلاح ورجل دين آخر، يعني بالتأكيد لن يكونا مسلحين، لكن نتائج التحقيق هي التي يعني من الخطأ أن نستبق نتائج التحقيق. نعم. يعني ممكن برأيك أن تكون في هناك أطراف تريد الإيقاع بين الجيش والسنة تحديدا؟ نعم بالتأكيد، أنا هذا ما أرادوا توريط الجيش في الجيش الذي وقف خلال 20 عاما من حصار قصر بعبدة إلى الآن ومن اتفاق الطائف إلى الآن، وقف على الحياد في المشاكل السياسية اللبنانية ظاهريا على الأقل، ولم يتورط في أي نزاع ولم ينحز إلى أي طرف. الآن يراد للجيش أن يتورط في هذه الأزمة حتى يخرج حزب الله ويكون الموضوع قرار سياسي من الدولة أن تتدخل وتوقف الدعم للاجئين بما يسمى سياسة النهي عن النفس الظاهرية فقط. إذا هناك أمر يعني قتل اللي هو أمر مسيس فعليا من جهات ما تابعة للجيش أو ربما، لكن ليست على مستوى قيادات عليا يعني. طبعا. أستاذ سليمان سنعود لنتابع حديثنا، لكن اسمح لي أن أخذ هذا الاتصال أو هذه المداخلة الهاتفية من المستشار الإعلامي رجاء الخطيب من لبنان. مساء الخير أستاذة. أهلا، مساء النور. أستاذة، يعني أهلا وسهلا بك في برنامج حدث الأسبوع. بداية يعني أنت في لبنان وقد عايشت الأحداث التي مر لبنان عليها في ظل يعني الفترة المنصرمة، يعني من طرابلس وبيروت. برأيك هل هذه الأزمة امتداد لما يحصل في سوريا أم أنها أزمة لبنانية بحتة؟ أولا مساء الخير. لبنان بيعاني من أزمات من أيام وجود السوري فيه، يعني فينا نقول إن أزمة لبنانية التنفيذ ولكنها سورية المنشأ. نعم. صحيح الجيش السوري خرج من لبنان بال2006، ولكن ما زلنا نعاني من سلطة الوصاية السورية، ما زالت سلطة هذا النظام السوري تسيطر على لبنان، إن لم يكن عسكريا هي تسيطر عبر حلفائها، هي تسيطر عبر أدواتها، هي تسيطر حتى عبر سفيرها الذي يقول لنا افعلوا كذا وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يعني ما زالت سوريا تسيطر على لبنان وتسيطر على
زواريب السياسة اللبنانية. هذا النظام السوري تحديدا، ليست سوريا تتغير اليوم. هذا النظام السوري ما زال يسيطر على زواريب السياسة اللبنانية عبر حلفائه. إذا أنت ترجحين يعني قول ضيفي في الاستوديو بأن لبنان هي بمثابة أو أن هناك انتداب سوري أو انتداب من النظام السوري على لبنان. نعم، هناك امتداد وما زال. سوريا خرجت عسكريا نعم، ولكنها لم تخرج أمنيا ولم تخرج مخابراتيا ولم تخرج عبر حلفائها الذين زرعتهم في لبنان والذين يتصرفون طبقا لما يملي عليهم هذا النظام. نعم، يعني أنت توعزين للأحداث الأخيرة بأن هناك يد سورية قد يعني لها يد فعليا بما حدث في لبنان. برأيك أستاذة، هل هناك مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في لبنان؟ نعم، هناك مخاوف جدية وبكل تأكيد المخاوف موجودة ونلمسها يوميا على الأرض وبين الناس. هناك حالة من الترقب والغليان والاحتقان على أعلى درجاتها في الشارع اللبناني بكل طوائفه. السلاح منتشر بين اللبنانيين، السلاح النظامي وغير النظامي. أتكلم هنا عن اللبنانيين الذين وجدوا أن الدولة لم تؤمن لهم الأمن، لم تؤمن لهم الأمن الذي يفترض بها أن تؤمنه، فلجأوا إلى الأمن الذاتي وهو أمر خطير جدا. لذلك هناك نعم مخاوف من اتساع نطاق المواجهة، وخصوصا أيضا أن هناك كثير من المصطادين في الماء العكر. إذا أردت الطابور الخامس الذي يتدخل هنا وهناك، فجأة نرى الأزمة الطرابلسية انتقلت إلى مخيم عين الحلوة، كانت تنتقل إلى مخيم عين الحلوة في الجنوب وعادت وما لبثت أن اشتعلت في بيروت. الأزمة اللبنانية تتفاعل وتتنقل، ونعم هناك مخاوف جدية من اتساع نطاق المواجهة. إذن هل سيتحول لبنان إلى ساحة تصفية للحسابات الإقليمية والدولية برأيك على خلفية الأحداث المنصرمة؟ يعني إذا نظرت إلى التركيبة اللبنانية نجد أن لبنان أرضا خصبة للخلافات، هو متعدد الطوائف وهو قابل لإقامة ارتباطات خارجية عقائديا وماليا وغيره. من هنا نعم هناك محاولات حثيثة لتصفية الحسابات الإقليمية في لبنان، إن لناحية الملف النووي الإيراني أو النظام السوري، أوراق تلعبها هذه الدول الإقليمية اللي تسجل لنفسها مواقف خارج أرضها. هذا محقق تماما بالمناسبة إدمان حرب ال75 الحرب الأهلية المنصرمة. إسرائيل وسوريا حاولت الاقتصاص من ياسر عرفات عبر القوى الموجودة، عبر القوى الوطنية، القوى اليمنية لضرب القوى الوطنية التي كانت متحالفة مع ياسر عرفات. وقبل ذلك أيام الوحدة المصرية السورية لبنان دوما يتفاعل. الشعب اللبناني قابل أن يخضع للتغيرات أو أن يتماشى مع التغيرات مع الرياح العربية، ولذلك هناك تصفية. لبنان كان وأصبح وأتمنى أن لا يبقى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية حتى. يعني رأينا أن بعد حصول هذه الأحداث يعني رأينا تصريحات عدد من السياسيين الذين دعوا إلى احتواء هذه الأزمة وتهدئة الوضع. برأيك هل جميع التيارات السياسية متفقة على هذا الموضوع أن تهدئة الوضع في لبنان، أم هناك أطراف مستفيدة من هذا النزاع وتريد هذا النزاع؟ عفوا لم أسمع السؤال. يعني هل هناك أطراف مستفيدة من النزاع الذي يحصل في لبنان، أم أن الجميع متفق على تهدئة الأحوال في لبنان؟ يعني على ما يبدو حتى الأمس القريب كان الجميع متفق على التهدئة، ولكن هناك علاقة جدلية يجب أن نتنبه لها. كلما ضاق الخناق على النظام السوري عبر الثورة القائمة هناك، صار احتمال التنفيذ في الخاصرة اللبنانية الأضعف أكبر. وأقول هنا الخاصرة اللبنانية الأضعف لأن هي أضعف لأن النظام أضعفها، لم يستطع أن يضعف الخاصرة العراقية ولا الخاصرة الأردنية، لذلك كانت الخاصرة اللبنانية في متناول يد وكانت متضعفة وما زالت للأسف هي الخاصرة الأضعف. ونعم هناك احتمال للتنفيذ من الخاصرة اللبنانية يتزايد يوما بعد يوم كلما ضاق الخناق على هذا النظام. بالنسبة للشارع وللشعب وللمواطنين ليس هناك أحد مستفيد من نقل النزاع أو من تسلية النزاع، ولكن القوى السياسية الموالية لسوريا ولهذا النظام تحديدا هي حتما مستفيدة من إسكاء الفتنة والنزاعات لتحويل الأنظار العالمية
والعربية ولو جزئيا عما يجري في سوريا للتخفيف من الضغط الدولي والعربي على هذا النظام. نعم، يعني هل هناك ربط بين ما جرى من مسألة اختطاف لبنانيين قادمين من إيران في حلب بما قلتيه أنت سابقا أن هناك أطراف تريد استغلال فعلا هذا النزاع؟ اختطاف اللبنانيين بنظري أنا أنها لعبة باتت مكشوفة من النظام السوري. نحن اللبنانيون نعرف جيدا الزواريب التي يتبعها هذا النظام، أو عفوا الحيل التي يتبعها هذا النظام السوري في إن كان في عمليات الاختطاف، إن كان في عمليات الاغتيال، في التصفيات. لا أعتقد أنه من مصلحة بديهيا ومنطقيا، لا أعتقد أنه من مصلحة أساسا الجيش السوري الحر أن يقوم بهكذا عملية. نعم، هناك كلام مذهبي وكلام طائفي على الأرض كثيرا، ولكن الجيش السوري الحر أوعى من ذلك، وهو يتكلم باسم الشعب السوري بكل طوائفه، ولن يقدم على هكذا خطوة قد تضرب مصداقيته وتنقص الكثير من رصيده وتدمر مصداقيته أمام العالم وأمام العرب. هناك ارتباط لناحية تسعى سوريا لإذكاء هذه الفتنة، أو لتقول للشعب اللبناني أو للعالم انظروا ماذا يفعل هذا الجيش، وهي يعني لا تعتبره حر أساسا، تعتبرهم مجموعة فارين. تقول لهم انظروا ماذا يفعل هذا الجيش بالتعاون مع بعض القوى المحلية في لبنان، وأنهم يأذون السوريين ويأذون اللبنانيين. إنها لعبة من النظام السوري للأسف مكشوفة وننصحه بتغييرها. نحن اللبنانيين نعلم جيدا حيل هذا النظام، وهي مكشوفة بالنسبة لنا جميعا. وأساسا إذا نظرنا إلى التصريحات أو الشهادات التي قدمتها النساء التي نعم، يعني كنت سأقول لك هذا، يعني هناك تناقض كبير في تصريحات النساء اللواتي قدمنا من إلى مطار بيروت بعد إطلاق سراحهم من قبل الجيش الحر كما يدعين. صحيح، إحداهن تقول لم يقولوا لنا من هم، وإحداهن تقول إنهم قالوا لنا أنهم الجيش السوري الحر، أخرى تقول قالوا لنا نحن خطفناكم مقابل أن يقوم حزب الله بتسليم الرهائن السورية لديه، وأخرى تقول نحن خطفناكم لننقذكم من القصف الذي ستواجهونه بعد بضعة كيلومترات. هناك تناقض واضح، هناك لعبة مكشوفة من النظام. طبعا منه إضافة للتنويه بأن الجيش الحر قد نفى مسألة اختطاف أو أن يكون له أي علاقة باختطاف اللبنانيين. برأيك إذن في ظل تدهور الأوضاع في سوريا سيبقى لبنان مرتبطا بتدهور هذه الأوضاع، أم أن يعني ممكن التوصل إلى احتواء من الحكومة اللبنانية لإبعاد لبنان عن ما يجري في سوريا؟ للأسف هذه الحكومة أتت بانقلاب إن لم يكن عسكريا بما كل الكلمة بمعنى، كان انقلابا مخابراتيا، كان انقلابا تحت الضغط. أطاحوا الرئيس سعد الحريري وأتوا بالرئيس ميقاتي عبر أصوات كانت ستغير المعادلة، وهي أصوات كتلة الرئيس الوزير السابق لنبلاط. ضغطوا عليه أمنيا وعلى الأرض آنذاك بما يسمى القمصان السود، ضغطوا عليه حتى غيروا المعادلة. هذه الحكومة سورية باختصار، وأجندتها إيرانية سورية وتأتمر من سوريا من هذا المحور، لذلك من الطبيعي أن تكون المتنفس بهذا النظام. هذه الحكومة لن تغير شيء في الوضع، وأن هي فقط ستستمر بتنفيذ أوامر هذا النظام. تضمر له الوفاء الكامل. لنرى مثلا موضوع شادي المولوي، طريقة اختطافه. أولا الخطأ الذي وقع فيه الأمن العام، طريقة اختطافه. ثانيا استجوب شادي المولوي أكثر من مرة في محاولة لإلصاق التهم به، وفي إحدى المقابلات معه بعد خروجه قال اعترفت تحت الضغط وتحت التعذيب. من هنا وقعت الحكومة بعد إخراجه، وقعت الحكومة في نوع من الإحراج. موضوع آخر، موضوع اغتيال الشيخ عبد الواحد ومرافقه. لنقول أن الجيش وقع في خطأ ما. بعض عناصر الجيش، نحن لا نتهم الجيش، هذا جيش وطني وهو جيش من أبناء كل الوطن، ونحن نسانده ونؤازره ونطلب وحدة صفه، ولا ندعو إلى تقسيمه بتاتا. وبالمناسبة هنا الذين
يتحدثون يوميا بعد حادثة مقتل الشيخ عبد الواحد عن الجيش ويتهمون بمحاربة الجيش وبالهجوم عليه. نقول لهم أين كنتم عندما قتلوا الرائد كان حنا رائد في الجيش اللبناني؟ أينما كنتم في أحداث مارم خيل عندما تهجمتم على الجيش وعندما رفقتموه بالحجارة؟ أين كنتم في الكثير من المواقف التي نهر البارد؟ ماذا قال السيد حسن عن نهر البارد؟ خط أحمر. خط أحمر لمن وضع هذا الخط؟ لهذا الجيش الذي اليوم من هنا لنرى شيئا واضح. هذه القوى قوى استغلالية تستغل الظروف فقط لتنفذ بهذا النظام، تستغل هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض عناصر الجيش لتتهمنا بالهجوم على الجيش وبمحاولة لإقامة جيش لبناني حر ولإقامة إمارة عادلة والكثير من الهرطقات التي لا أساس لها من الصحة. الشيخ شيخ وطني وكان ومنتظم أساسا معظم المؤسسة العسكرية هم من أبناء عسكر. كيف لنا أن نقول أن هذا الجيش أن هذا الشيخ أحد مرافقيه كان بإتقانه هناك خطأ حصل على الحديث من بعض العناصر لا نعتقد في الجيش بتاتا. ولكن لنعود إلى الموضوع الأساسي. ماذا فعلت الحكومة حيال هذا الاغتيال؟ نحن نسميه اغتيال للشيخ عبد الواحد. لم تجتمع حتى اجتماعا استثنائيا، هناك دم على الأرض، هناك عمامتين لشيخين على الأرض، ولم مسيسة يعني الحكومة نفسها وتجتمع. بينما هي اجتمعت اليوم في اجتماع يوم الأربعاء الذي تجتمع فيه لم تقم بأي خطوات ملموسة. شكلت لجنة تحقيق في الملابسات نعم، ولكن لا يكفي. هناك غليان في الشارع، عفوا التعبير في الشارع السني، ولكن من دعانا نقول هذه التعبير، هذا التمييز في المعاملة بين لبناني وآخر، بين ليس هناك لبناني ابن ست وابن جاره كما يقول. نحن كلنا أبناء هذا الوطن وأبناء هذه الدولة، عليها أن تعاملنا معاملة عادلة حتى يستتب الأمن، حتى تبقى هذه المعادلة قائمة، الأرض والوطن والجيش. يعني عفوا الشعب والوطن والجيش يعني يحاولون العبث بهذه المعادلة ولكنهم لم يفلحوا. أستاذة رجاء اسمحي لي وعي الشعب اللبناني، نراهن على وعي القيادات. قيادات الفريق 14 أذار والتي تحتوي منذ 14 من شباط 2005 تحتوي الغضب وتحتوي الاحتقان وتحتوي الأزمات. ونحن لو كما يتهمونا بسلاح وبمحاولة إيقاع الفتن لكانت وقعت الفتنة منذ زمن. يعني نحن نعض على الجراح دوما، ونحن نتعالى على جراحنا ودماءنا تسيل وبيوتنا تدمر وأراضنا تنتهك ومناطقنا لا أعلم. يعني ما بعرف هذه المفارقة إلى متى ستبقى في إنه مثل عندنا المثل بلبنان بنقول ضربني وبكى سبقني واشتكى، إنه بيعملوا العملة وبيرجعوا بيتهمونا فيها. هذا الأمر لم يعد مقبولا. هذه الحكومة لن تفعل شيء. أرى أن مزيدا من الأزمات ستحصل وتتوالى بشكل كبير، وخصوصا نعم. يعني أنا كنت سأسألك سؤال يعني أخير قبل يعني نهاية لقائي معك. هل هناك تطور يعني للوضع اللبناني؟ هل هناك مآلات سيؤول إليها الوضع اللبناني في المستقبل أم لا؟ عفوا لم أسمع السؤال. يعني هل هناك يعني مآلات سيؤول إليها الوضع اللبناني؟ هل هناك سيكون تطور سيكون هناك تطور في الوضع اللبناني في المستقبل أم أن الأزمة ستقف عند هذا الحد؟ يعني نتحدث عن الحلول هنا؟ نعم بطبيعة الحال الحلول ولن تكون يوما أمنية، ونحن لا نؤمن بالحل الأمني بتاتا ولا بالحل العسكري. المطلوب حل جذري باستئصال بؤر السلاح الميليشيا المنظم وغير المنظم. نحن نعتبر حزب الله ميليشيا لأن دوره في مقاومة إسرائيل أصبح شبه منتهي، وهذا السلاح الصاملة في الداخل. نعتبر هذه ميليشيا منظمة، والغير منظمة هي السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات. هذه بؤر السلاح تشكل خطر وتشكل بؤرة توتر دائم، ومطلوب أيضا الذهاب إلى طاولة الحوار طبعا بعد حل موضوع السلاح، لأن هو الموضوع هو المشكلة أكبر وأول وأهم وأخطر من مشكلات لبنان. يعني بعد مشكلة السلاح نذهب إلى طاولة حوار جدية نتفق عليها على إعادة هيكلة الدولة اللبنانية ومؤسساتها حتى
حتى نضع لبنان على السكة السليم في مسيرة العبور إلى الدولة. العبور إلى الدولة هو شعارنا، كان وسيبقى وما زال وسيبقى رغم كل إذا بدك الحفر التي يحاولون أخذنا إليها. لن ننجر إلى الفتن، لن ننجر إلى الحفر. النظام السوري سيسقط وسيسقط معه يعني عملائه، وسننتصر بإذن الله شعبين في بلدين مستقلين، ونؤسس دولتين ذات سيادتين إن شاء الله، لطالما حلمنا بها كشباب لبنانيين وكشباب سوريين سويا. نعم. اليوم الشباب السوري يعكس ما نحن قمنا به في 14 من آذار 2005، نفس المطالب. نعم. نتمنى النصر للثورة السورية وزوال كل الأنظمة الدكتاتورية، وهي أنظمة بائدة وإلى زوال في العالم العربي. نعم. مستشار الإعلامية رجاء الخطيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا، ننتقل إلى هذا الفاصل القصير ونعود لنكمل حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو.